باور ديناموز مركز ثالث 7 نقاط من 5 مباريات. يلعب كرة ساقطة جوه منطقة الجزاء، يشتت دفاع بدلاء لبيراميدز في ظل غيابات كثيرة ومؤثرة، ولكن برجة من ايفرتون دا سيلفا اللاعب البرازيلي في تشكيلة بيراميدز. ايفرتون دا فراح بيراميدز كرونوسلاف يورتشيتش المدرب الكرواتي يونايتد الذي يخوض المباراة بأعصاب. كرة أمامية في الجانب الأيسر، محاولة لفريق ريفرز يونايتد، يضغط أحمد توفيق لكن مرور واختراق وتوغل، خطر جدا خطر جدا، عرضية خطيرة، مش ممكن فرصة كبيرة تضيع، فرصة كبيرة تضيع من فريق ريفرز يونايتد، مرور واختراق وتوغل من الجانب الأيسر وكرة عرضية أرضية ينقذها محمود جاد في اللقطة الأولى، بعدها يتكفل مهاجم ريفرز يونايتد بالتسديد خارج المرمى. ادي عدة حلوة قوي من أحمد توفيق. مرة تانية المحاولة جهة اليسار، ما زالت الكرة في الملعب أم تجاوزت خط التماس. حكم اللقاء يشير 90 مع النسور النيجيرية. مروان حمدي إلى زيكو، زيكو يفتح اللعب جهة اليسار، مصطفى فتحي، ودي كرة جوه 18 وضربة رأس حلوة 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 حلوة، ضربة الرأس تصطدم بالعارضة، تعود لمروان يسدد في أجساد المدافعين. مروان حمدي يحاول من جديد داخل منطقة الجزاء، ولكن مصطفى زيكو ضربة الرأس روعة، ودي فتحي انفراد يضيع، مصطفى فتحي يضيع انفراد بيراميدز، وانفراد لمصطفى فتحي ينقذه حارس المرمى اونيسو دوميا. بيراميدز ادي الاعادة امام حضراتكم، ضربة الرأس من زيكو كادت ان تكون اول اهداف اللقاء. مرة تانية على حدود 18، تسديدة ولكن الى خارج الملعب في اجواء المباراة. انطلاقة لفريق ريفرز يونايتد وكرة عرضية الى يد الحارس محمود جاد. 3 مواسم لمحمود جاد مع المصري مقابل فرصتين بقى في منتهى الخطورة لبيراميدز. ادي واحدة جوه 18، يا ولد يا ولد، احمد خد وقته، لعبها قصيرة تعود اليه من جديد. ادي العرضية من اوكون، ودي ضربة الرأس ولكنها سهلة سهلة الى يد الحارس محمود. حامد حمدان ياخد مشوار، حامد عدى وفات، حامد حمدان يلعب عرضية حلوة ولكن يطلع. هتسمح لنا نشوف الصفقات الجديدة لبيراميدز. عود الفخور في مساحة رائعة جهة اليمين، مصطفى فتحي يضم للداخل، مصطفى يتقدم، مصطفى على حدود منطقة الجزاء لمهند لاشين، تتخطف الكرة من الكارتي، ودي هجمة مرتدة لفريق ريفرز يونايتد. محمود مرعي حط جسمه محمود وحول الكرة إلى خارج الملعب، ولكن هناك في المباراة انطلاقة لفريق ريفرز يونايتد في الجانب الأيمن، حط جسمه كويس قوي حامد حمدان وناد وقته، لعب الكرة العرضية، يشتت سريعا محمود مرعي. تستمر المحاولة لفريق ريفرز يونايتد، تسديدة من مسافة بعيدة إلى خارج الملعب، ترتد الكرة لريفرز يونايتد في الجانب الأيمن الآن. إنيكيمي أوكون يدي المين، يلعب كرة في جهة اليمين، أوكون تايو، الكرة العرضية يشتتها دفاع بيراميدز، ولكن حكم اللقاء مدي فاول لصالح ريفرز يونايتد في مكان رائع، في مكان بيغطي ورا الحائط. تسديدة قوية وهدف أول، تسديدة قوية وهدف أول عن طريق القائد ستيفن مانيو يسدد بقوة، تأخذ إيد الحارس محمود جاد وتتهادى إلى داخل الشباك. تسديدة قوية تعلن عن أول هدف في مرمى بيراميدز في هذه المجموعة. تسديدة القائد ستيفن مانيو تعلن عن أول الأهداف، وادي ردة الفعل لدى المدرب كرونوسلاف يورتشيتش، ولكن مانيو أطلقه للعب. تدخلات قوية، خطورة الآن ريفرز يونايتد، عرضية جديدة جوه 18، ما زالت المحاولة قائمة، وادي تسديدة في أجساد المدافعين. وليد الكارتي يلجأ للكرة الأمامية، ادي لمسة من الدفاع،
بيحاول عليها مصطفى زيكو، تصل لمصطفى فتحي، مصطفى فتحي يتقدم. ادي لمسه من مروان حمدي على حدود منطقه الجزاء ولكن غير متقنه. مهند لاشين الى زيكو، مصطفى زيكو، ايفرتون عايز يسدد ايفرتون ولكنها بعيده. تسديده البرازيلي تاخذ طريقها الى مصطفى فتحي، تمريره حلوه من مصطفى جهه اليمين. احمد توفيق يلعب عرضيه حلوه وحارس المرمى يتالق، ودي المحاوله والمرمى خالي من حارسه ولكن ايفرتون يطيح بالكره خارج الملعب تماما. بيراميدز عندما ينجح في الوصول إذن يلعب كره حلوه في وسط الملعب. ايفرتون بيتحرك له مصطفى فتحي، الكره البينيه يقراها دي القاهره. فاز بالسوبر الافريقي بعد التغلب على نهضه بركان. وادي انطلاقه مصطفى فتحي، مصطفى ضم للداخل، تمريره تعود الى مصطفى فتحي. وسوء القرارات بتحرمهم من التهديف حتى الان. مهند لاشين، مهند غير اتجاهاته، لسه مع مهند يلعب كره بينيه جوه ال 18. زيكو وتسديده من ايفرتون، لاعب دوكي اوسيماجا دوكي. تسديده ايفرتون اصطدمت باوسيماجا دوكي. 1-0 لريفرز يونايتد. ودي الكره العرضيه الى يد الحارس اوساجي اونيرا من الوقت الاصلي للشوط الاول. ادي كره عرضيه تصل لأسامة جلال. فيرتون دا سيلفا اخطأت طريق الشباك. دي المحصلة الهجومية لبيراميدز في الشوط الأول حتى الآن. ادي زيكو، حلوة التمريرة. حامد حمدان يلعب عرضية ولكن يشتتها الدفاع. افريقيا الماضية. ادي كرة أمامية لمروان حمدي، مروان جوه 18 عايز يعدي، مروان تطول. ايفرتون يلعب الكرة العرضية وحارس المرمى يلمس حارس المرمى. ما زالت الكرة داخل منطقة الجزاء، يشتت الدفاع، يرتد لفريق بيراميدز. احد لاعبي ريفرز يونايتد يسقط داخل منطقة الجزاء. وفي هذه الفريقين ريفرز يونايتد النيجيري وبيراميدز المصري، مباراة الجولة الخامسة في المجموعة الأولى. رأس من مصطفى زيكو اصطدمت بالعارضة. ايفرتون دا سيلفا على حدود منطقة الجزاء إلى مصطفى زيكو، هجمة خطيرة لبيراميدز. زيكو يسدد ولكن إلى خارج الملعب، تسديدة غير بينما ريفرز يونايتد في الشوط الثاني على يمين الشاشة بالطاقم الأزرق. تسديدة، تمريرات في مساحات ضيقة خلصها لاعبو ريفرز يونايتد. وادي 1-2 حلوة على حدود 18، خطيرة تسديدة تعالوا العارضة، تسديدة قوية في محاولة خطيرة لفريق ريفرز يونايتد. تسديدة اللاعب أوغنتايو كثير من المباريات لا يشارك فيها اساسيا. عدى ايفرتون، تقدم الان على حدود 18. زيكو تمريره حلوه الله على ده هدف، الله على ده هدف. لسه في حلاوه كده، لسه في جمال كده. مصطفى فتحي يسجل هدف التعادل. يا مصطفى انا بحبك يا مصطفى فتحي يا ولد يا لعيب. ركنها بباطن القدم اليسرى الى داخل المرمى معلنا عن هدف التعادل. هجمه بداها ايفرتون دا سيلفا الى مصطفى زيكو، عمل تمريره حلوه الى مصطفى فتحي ومصطفى فتحي يسجل هدف التعادل. 1-1. حلوه التمريره من زيكو، حلو الفينش من مصطفى فتحي. يا ولد يا لعيبه مصطفى، المهارات العاليه بتفرق يا جماعه. ادي التمريره من مصطفى زيكو ومصطفى فتحي يضعها بباطن القدم اليسرى على مصطفى زيكو. عملها عرضيه روعه لمصطفى فتحي والفينش كان مميز جدا من مصطفى فتحي. ادي مرور واختراق وكره لفريق ريفرز يونايتد تصطدم بمروان حمدي العائد للقيام بالواجب الدفاعي. حلو الشوط الثاني، الكرات الخطيرة على المرمى أكثر من الشوط الأول. هناك إيجابية على المرميين، هناك رغبة حقيقية في التهديف. وهذه كرة تانية في الشباك من الخارج، كاد أن يسجل فريق ريفرز يونايتد من جديد عن طريق اللاعب واسيو فالولو. ادي الإعادة أمام حضراتكم. رمية التماس تتلعب في غفلة من مدافعي بيراميدز، حالة من عدم التركيز عدة مرات من قبل.
ادي كره في اتجاه مروان حمدي. مروان جوه 18. مروان عايز يلعب العرضيه. مروان يسدد في اجساد المدافعين. يسقط مصطفى فاكر في علم التدريب. ادي المحاوله خطيره جدا لفريق ريفرز يونايتد. يتدخل مهند لاشين خلصها حلوه قوي. وادي الكارتي تمريره لزيكو. زيكو مروان حمدي. مروان ضم للداخل هيسدد. يسدد. محاوله ريفرز يونايتد جات اليسار. المرور من زكريا. تيموسي زكريا يلعب عرضيه. مصطفى فتحي بالفعل. مصطفى يلعب كره جوه 18. حلوه الاستلام. مروان حمدي وادي التسديده. مش ممكن الفرصه الضائعه. فرصه كبيره تضيع من مصطفى زيكو. تهيأت له الكره في مكان مميز خارج ال6 ياردات. يطلق تسديده يتعامل معها الحارس على اكثر من لمسه وتضيع فرصه كبيره من فريق بيراميدز. التمريره من مصطفى فتحي حكايه. تمريره حلوه. وادي مروان حمدي عايز يوقف. تتهيأ لزيكو. مفيش اسهل من كده يا زيكو. مفيش اسهل من كده لانه في حاله التعادل سيضمن صداره المجموعه. الكره العرضيه من ايفرتون دا سيلفا من الضربه. دا سيلفا مصطفى فتحي. ايفرتون يتقدم. ايفرتون عدى. ايفرتون فات. ايفرتون يا ولد يا لعيب. يخلصها حلوه قوي. مصطفى فتحي عرضيه ومروان حمدي متاخر. ودي خطأ دفاعي. بيحاول مروان حمدي مع حارس المرمى. لسه مع مروان. تسقط الكره من يد الحارس. مروان حمدي مين ما قرب له؟ مروان وحارس المرمى اونيسيو دوميا. والكره في النهايه الى خارج في الدوري هذا الموسم في مرمى الاتحاد. ودي الكره اللي حاول فيها مروان حمدي وسقطت من يد الحارس، لكن في النهايه ذهبت الى رمي التماس. يلعب الكره العرضيه ناصر. ودي تسقط الكره من يد الحارس. مصطفى فتحي يا لعيب. مطالبه بضربه جزاء وبالفعل الدولي التونسي محرز المالكي يحتسب ضربه الجزاء ويشهر الكارت الاصفر للاعب فريق ريفرز يونايتد. شفت المهاره العاليه لمصطفى فتحي. شوف عمل المراوغه ازاي واطلق التسديده. تصطدم الكره بمدافع فريق ريفرز يونايتد. لمسه يد وحكم اللقاء يحتسب ضربة جزاء. يتقدم مروان. يسدد مروان. يا ولد يا لعيب. ركنها حلوة قوي مروان حمدي على يسار الحارس اونيسو دوميا ليعلن عن الهدف الثاني لبيراميدز ليتقدم حامل اللقب 2-1 الآن. بيراميدز أعزائي المشاهدين يتقدم خارج الأرض 2-1 على ريفرز يونايتد. الهدف الثاني امام حضراتكم من ضربة جزاء سددها باقتدار مروان حمدي. زلاكا شايفينه وهو بينادي على زلاكا. والعرضية داخل منطقة الجزاء. ضربة رأس خطيرة. محمود مرعي يعلي مرة ثانية. ضربة الرأس. كرة جات اليسار وعرضية لفريق ريفرز يونايتد ولكن برافو ضربة الرأس. ودي تسديدة الى خارج الملعب.